تعالي اقول لك ازاي تخلي جسمك يتحول من حرق الاكل اللي داخله لحرق الدهون المتخزنه جواه. كلنا طبعا عارفين ان جسم الانسان محتاج لقدر من السعرات الحراريه اليومي، حتى لو هو قاعد في فترات الراحه. انا كده كده محتاجه السعرات دي علشان اجهزه جسمي تشتغل. فعشان جسمك يحرق دهون وتكوني متاكده ان الحرق ده بيحصل من الدهون اللي متخزنه، الموضوع مش بالبساطه دي، مش مجرد انك تقللي اكلك وخلاص. جسمك ذكي جدا، اول ما بتعملي عجز سعرات بيبدا يدور على السكر والجلوكوز اللي موجودين في الدم، وبعدها بيروح للجلايكوجين اللي موجود في العضلات والكبد، ولما يخلصهم تماما يبدا يدور على حرق الدهون. ان جسمك بيعتبر الدهون دي مصدر الامان ليه، فاخر حاجه بيفكر يحرقها. بس تفتكر التحول ده بيحصل امتى؟ التحول ده ما بيحصلش الا في حاله واحده بس، هي حاله الصيام. ولو بتقولي انا بدوخ لو قعدت فتره طويله من غير اكل، فده غالبا بيحصل في البدايه بس، لان جسمك لسه مش فاهم ولا متعود يوصل لمخازن الدهون. بس بعد اسبوعين من الالتزام هتتفاجئي ان طاقتك بقت اعلى بكتير وانت صايمه. تفتكري ليه؟ لان حرق جرام واحد من الجلوكوز او الطاقه اللي داخله من الاكل بيديكي 4 سعرات حراريه او 4 وحدات طاقه، انما حرق جرام واحد من الدهون اللي متخزنه بيديكي 9 وحدات طاقه. يعني وانت صايمه جسمك بيكون في اعلى درجه نشاطه وقوته. امتى بقى بتوصلي للمرونه في تحويل جسمك من ان هو يحرق من الاكل للدهون؟ مع الوقت والصيام المتقطع وعجز السعرات، جسمك بيبدا يتعلم يعمل سويتش او تبديل اوتوماتيك. اول ما تاكلي يحرق من الاكل، واول ما تصومي يروح فورا للدهون المتخزنه ويحرق منها. وحتى لو لخبطتي في الاكل يوم، جسمك بيعرف يرجع يحرق دهون تاني يوم على طول. لو عايزه تبداي بقى صيام متقطع صح وتعرفي تعملي السويتش ده او تعودي جسمك عليه، اكتبي لي تحت في الكومنتات برنامج غذائي اونلاين وانا هبعت لك التفاصيل.